1 2 3 4. ازيكم عاملين ايه؟ ده فيديو جديد ليا النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن موضوع كل صيف ليوم القيامة، موضوع العرق. يعني انا مش عارفة الحقيقة ليه موضوع العرق ده عامل مشكلة يعني. اكيد العرق ده موجود من زمان يعني، فهي القصة بسيطة، ما فيهاش مش مستاهلة اكمل فيديوهات والتجديدات دي كلها. بس يمكن الموضوع مرتبط اكتر بتسويق المنتجات الجديدة اللي بتنزل السوق، مرتبط اكتر ببزنس اكتر مما هو effective ways يعني. هتكلم عنها النهارده في منتجات ثابته عمري في حياتي ما هغيرها، كل فيديو هتلاقيني بتكلم عنها. دي اللي انا مستمره عليها مدى الحياه. وفي منتجات بقى طبعا بتتغير مع المنتجات الجديده اللي بتنزل السوق. طبعا الواحد يمسك نفسه ان هو يجيب الحاجات دي. فخلينا نخش بقى ونقول المفيد. دايما بحب ابتدي من الاخر. طب ايه من الاخر يا هبه؟ من الاخر دي طبعا الناس الهاي كلاس شوية يمكن ما يعرفوهاش. دي الشابة. ده حجر شابة كده بيتجاب من عند العطار، بتبرشيه لحد ما، او بتضربيه في الكبة لحد ما يبقى باودر. انا كنت وريتكم شكلها وهي باودر في الفيديو بتاع العيد، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفوه. المهم هتاخدوها وتعملوها باودر، وبعد ما بتاخدي الدش بتبتدي ان انت تحطيها في المنطقة تحت الإبط طبعا. بتبلي المنطقة كويس جدا جدا جدا، بتبليها حلو قوي، تحطي فيها مية كتير يعني المنطقة بتبليها كويس لأن الشابة مش هتدوب غير في المية. فبليها كويس جدا وافضلي افركي فيها في تحت في المنطقة يعني نفسها. افركي جامد جامد جامد، ولو ما لقيتي لسه فيه يعني شوية رمل او كده، لا بلي ايدك كمان وحطي، وابدأي ان انت يعني تعملي كده مساج لحد ما تدوب خالص وتحسي ان مفيش حبيبات. ده الحل اللي من الاخر. ده الحل اللي من الاخر. ده كفاية جدا جدا جدا، مش هتحتاجي معاه اي حاجة تانية. طبعا دي من الحاجات الدايمة، يعني دي من الحاجات الدايمة اللي هتلاقوني دايما بقول عنها. هي الصابونة دي هي اللي بنغسل بيها في الشاور. ممكن تستخدميها كمزيل ميك اب برضو. رائعة رائعة كمان، هي مكتوبة لي من دكتور، فأكتر من رائعة، أكتر من رائعة. فتوكلوا على الله. دي بحوالي ب20 جنيه، يمكن 25. ودي كانت جبت تقريبا 3 حتت من دول، يعني تقريبا دي ممكن تعمل لها 5-6 جنيه. خلاص، ممكن تكفيك دي بقى ال5-6 جنيه دي بقى هتكفيك السنة كلها. دي هتكفيك السنة كلها على ضمانتي. ودي طبعا علشان تضمني ان المنطقة ما يجيش فيها حساسية، هي اصلا مضادة للفطريات والحاجات دي. فهي ريكومنديشن من دكتور كمان زي ما قلت لكم. اهي is a cleaning soap contains a plenty of ingredients that in cases of recurrent infection RM is خلاص. دي بقى ايه عليكم على الاتنين دول. اي صابونه، يعني اي صابونه ممكن تغسلي بيها عادي، بس انا قصدي يعني حاجه طبيه في الامان يعني، لكن ممكن اي صابونه تانية عادي. الصيف ده والصيف اللي فات، الصيف اللي فات انا كنت جربت ده، كنت كلمتكم عنه برضو بخلاصة الشابة. انا مدمنة شابة، انا مش مؤمنة بالعرق غير من الشابة. المهم كنت عملت لكم برضو عنه ريفيو. خلاص خلينا نشيل دول على جنب. كنت عملت لكم عنه ريفيو، هحط لكم اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن بوكس. بقوا روحوا شوفوه يعني عشان ما نضيعش وقت فيه كتير. ده عيبه الوحيد ان هو انتي بريسبيرنت، مضاد التعرق، هو بيمنع العرق. ده ممكن تستخدميه يعني ما تستخدموش كتير بس يمكن عشان في بخلاصة الشابة، فهو ده اللي شجعني ان انا اجيبه. ده بعد ما بتعملي ممكن تستخدميها، ممكن تكتفي بيه لوحده، يعني ممكن تغسلي وتكتفي بيه لوحده عادي جدا. بيقعد 24 ساعة مش 48 زي ما هما بيقولوا. على العموم روحوا شوفوا الفيديو. وكويس يعني، هيعجبكم. الصيف ده بقى اشتريت ده من نيفيا برضو، نيفيا فريش ناتشرال كويك دراي. ده برضو بس ده اضعف من ده.
يعني ده اضعف من ده، وبيقعد عدد ساعات اقل من ده، ده بيقعد فترة اطول. ف بس ده بقى لونج لاستنج، ماشي مش قوي يعني، مش 48 ساعة، اقل من 24 ساعة، اقل من 24 ساعة. ده ده كان ب56، ده تقريبا في نفس الرينج. خلاص. بس ده ده اضعف يعني، ده اضعف من ده شويه، ده زي ما قلت بيقعد اقل من 24 ساعه. وممكن تكتفي بيه، يعني تكتفي بيه لوحده، يعني انت لو مش عايزه تستخدمي الشابه، ده خلاصة الشابه ده ممكن تستخدميه لوحده. ده لا، ده هتحتاجي تحطي منه كميه، ما انصحكيش انك يعني تستخدميه لوحده. لأ، ده استخدميه مع حاجة مكملة، تستخدميه مع الشابة، تستخدميها مع ده، تستخدميها مع أي حاجة تانية، لكن لوحده لأ، مش هيكفي خالص. هو ريحته حلوة، وما سببليش أضرار، أنا استخدمته لمدة شهر تقريبا. هجيبه تاني؟ لا لا، ده مش هجيبه تاني خالص. ده ممكن اجيبه تاني، مش متأكدة يعني، بس طالما جبت الشابة متهيأليش ان هجيبه تاني. اخر حاجة بقى عايزة اتكلم عنها هو الفودج ده، ما حدش اتكلم عنه خالص تقريبا، مش عارفه ليه، مع انه حلو يعني، عجبني. ده كان بحاجه و20 جنيه، وانتاج شركه مصريه. عارفه انا من الناس اللي مؤمنه جدا بنظريه المؤامره، فالناس المؤمنه بنظريه المؤامره بيخافوا يشتروا حاجات من بره. عشان دي شركه مصريه، عشان دي شركه مصريه يعني. فانا انصح بيها جدا، لان هو صنع في مصر. أنا استخدمته حلو، ريحته كويسة. بيقعد أكتر، ممكن يقعد معاكِ أكتر من يوم، ما فيش مشكلة. recommend، ما أقدرش أقول لِك اشتريه وما أقدرش أقول لِك لأ، لإن أنا ما أعرفش، هو مش واضح أوي في يعني هو مكتوب مزيل عرق، بس هل ده مزيل للرائحة والّا بيمنع العرق؟ مش عارفة، لو مزيل عرق أوكي، لو مضاد التعرق لأ بلاش، باخاف منه. لكن anyway، ده كويس يعني وهيفي بالغرض. وزي ما قلت في اول الفيديو، الموضوع مش محتاج كل الفيديوهات دي كلها، هو زي ما قلت لك ممكن بتستخدمي الشابة وتكتفي بيها بس. عايزة بقى تحطي بقى برفان رجالي، بلاش حريمي انا ما باخدش ذنب حد. حطي برفان رجالي، مش عارف ايه كده، لو يعني عايزة تزودي ان تأمني نفسك يعني، لكن الشابة لوحدها كفاية، مش هتعمل لك اي قلق. وده كانت الخلاصة، وشكرا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.